السلام عليكم. اذا هذا الفيديو هذا موجه للتلاميذ ديال الثانيه بكالوريا، سواء تعلق الامر بالتلاميذ المتمدرسون او التلاميذ او التلاميذ اللي غيدوزوا الباك ليبر. اذا كما كتلاحظوا معايا مزيان في ماده الفلسفه، يوم الامتحان الوطني او حتى في الفرض الاول اللي غادي يكون طبعا بعد العطله مباشره في مجزوءه السياسه. اذا كما غتلاحظوا معايا مزيان فيما يخص طريقه الكتابه في الورقه ديال الامتحان الوطني او في الورقه ديال الفرض المحروس، خاصها تتم بواحد الطريقه اللي هي طريقه سلسه وطريقه اللي هي عقلانيه. لانه في الطريقه ديال التنظيم راه ماشي غير كنجيو كنكتبوا هكاك وصافي، بل ان الطريقه ديال الكتابه خاصها تخضع لواحد الشروط وواحد الضوابط اللي هي محدده. لاحظوا معايا مزيان هذه القوله هذه اللي حاولت انني نخدم عليها، واللي كتقول بان العلاقه بين الحاكم والافراد لا ينبغي ان تقوم على الصراع، بل على الرفق والرحمه. اذا هذه القوله هذه غادي نحاول ما امكن انني نكتب واحد انشاء فلسفي متكامل. وعندما أقول إنشاء فلسفي متكامل بمعنى خصني نكتب مطلب ديال الفهم، مطلب ديال التحليل، مطلب ديال المناقشة، ومطلب الأخير اللي هو المطلب ديال التركيب. ثم عاد كتجي واحد الجوانب الشكلية ديال سلامة اللغة، وضوح الخط، ثم تماسك العضل. مزيان. شوفوا معايا مزيان هذا النموذج هذا، وشوفوا الطريقة ديال الكتابة كيفاش كتكون. إذا هنا غنبدا بواحد المطلب ديال الفهم. غنكتب واحد المطلب ديال الفهم اللي خاصو فيه يتم الإشارة للموضوع، الإشارة للقضية، الإشارة للإشكالات إلى غير ذلك. وكما كتلاحظوا معايا مزيان كنخلي واحد الفراغ في البداية ديال الورقة اللي هو هذا. هذا الفراغ ضروري خاصنا نخليوه. علاش؟ باش نبينوا واحد، او باش تكون الكتابه ديالنا واحد الكتابه اللي هي منظمه. بمعنى ها مطلب ديال الفهم من كيبدا وها فين كيسالي، ها مطلب ديال التحليل فين كيبدا وها فين كيسالي، ها مطلب ديال المناقشه من كيبدا وها فين كيسالي، وها المطلب ديال التركيب فين كيبدا وها فين كيسالي. كنتمنى تكملوا معايا هذا الفيديو هذا مزيان باش اننا نوضح لكم هادشي كامل. دونك غتلاحظوا معايا كاين واحد ليسباس هنا اللي هو هذا ليسباس هذا خاص بالمصحح. وانه البعض كنلقاه بانه كيكتب فيه، لا راه ما يمكنش تكتب فيه لانه خاص بالمصحح. هنا كيحط لك السلم ديال التنقيط، هنا كيحط لك بعض الملاحظات الى غير ذلك. دونك كنخلي واحد السباس هنا، يعني هذا المكان هذا اللي كاين في الوسط راه كامل ديالك، يعني عندك الحق تكتب فيه. اما هذا خاص بالمصحح، يعني ماشي مكان ديال الكتابه اللي خاصه بالمتعلم او المترشح. مزيان. اذا بديت بواحد القوله ديال ارسطو اللي كتقول بان الانسان هو حيوان اجتماعي وسياسي بطبعه. وطبعا فاش بديت بهذه القوله هذه يستحسن تكتب بلون مغاير لانها قوله تعود للفيلسوف محدد اللي هو ارسطو طبعا. عاد فاش كنمشي كنكتب، كنشير للمجزوء اللي هي السياسه، ولكن طبعا خصني نشير لها بلون مغاير. علاش؟ لانها يعني محطه اساسيه من المحطات ديال المطلب ديال الفهم. ثم كما كتلاحظوا المفهوم ديال الدوله هنا تكتب بلون مغاير، ثم القضيه بلون مغاير. مزيان. ثم الاشكالات بلون مغاير. دونك كل حاجه اساسيه وضروريه خاصك تكتب بلون مغاير باش هكا كيكون داكشي منظم. وحتى الا لاحظتوا معايا مزيان في الطريقه ديال الكتابه شنو كنلقى، لان البعض كيبدا من هنا مثلا، من هذا الخط هذا، وكيجي للوسط وكيوقف، وكيعاود يرجع، وكيجي عاوتاني للوسط هنا وكيوقف، وكيعاود يرجع، كيجي حتى للطرف. يعني الطريقه ديال الكتابه هنا كتتم جايه بواحد الطريقه اللي هي مائله بحال هذا الشكل. وهذا الامر لا يجوز، خاص تكون الكتابه بهذا الشكل وتهبط هنا بهذا الشكل، يعني الطريقه اللي هي منظمه وسلسه. ثم لاحظوا معايا مزيان هذه القضيه اخرى عاوتاني كيديروها البعض ديال التلاميذ، وهي انه كيبقاو يخليو شي فراغات. مثلا في البدايه هنا كيخليو فراغ حتى لهنا، يعني هذا كامل كيبقى فراغ عاد كيبدا يكتب هنا. هذا لا يجوز. فقط واحد جوج ديال المربعات ونبدا الكتابه ديالي. مزيان. فاش كنمشيو للمطلب الثاني اللي هو المطلب ديال التحليل، غتلاحظوا معايا مزيان بانه في الاطروحه في القوله عفوا، اول خطوه كنبداو بها هي اللي هي الاطروحه، عكس السؤال. دونك القوله والنص كنلاحظوا بانهم بجوج بهم نفس المنهجيه. دونك كنبداو بالاطروحه. كجواب على الإشكالات المطروحة نجد أن صاحب القول يدافع عن أطروحة فلسفية مفادها أن طبيعة السلطة التي يمارسها الحاكم ينبغي أن تقوم على الرفق والاعتدال بدل العنف والاستبداد. هذه الأطروحة من جبتها طبعا من القولة اللي تعطات. دونك ديك القولة كنحاول ناخذ ديك الفكرة الأساسية ديالها وكنصيغها. ولكن دابا شنو خاصني ندير؟ لأن غادي نلاحظوا واحد الفرق آخر عاوتاني. أنا عندي فقط فكرة واحدة، دونك أنا مطالب بالتوسع، يعني خاصني نكتب أطروحة ديالي توسع فيها ونشير فيها بأنه الحاكم خاص يكون حاكم اللي هو لين وحاكم كيحكم بالرفق والعدل إلى غير ذلك.
دونك هذه كامله اطروحه، حتى المفاهيم هذه كامله اطروحه توسعت فيها بالطريقه ديالي. عاد كنمشيو للخطوه الثانيه اللي هي اللي هما المفاهيم. المفاهيم كنرجع للقوله، كنجيب المفاهيم الاساسيه والمركزيه اللي كاين تما، ثم كنقدم لهم تعريف. تما الحاكم راه كاين، دونك غنكتب الحاكم اولا مفهوم الحاكم بلون مغاير، نقدم ليه واحد التعريف. المفهوم الثاني اللي هما الافراد، نكتب مفهوم ديال الافراد بلون مغاير ونقدم لهم تعريف. كاين الصراع بلون مغاير تعريف. الرفق والرحمه بلون مغاير، بلون مغاير مثلا والتعريف مزيان. عاد كنمشي للعلاقه، علاقه تكامل تلازم مع توضيح علاش حيث كذا كذا كذا. مزيان. وكتبقى اخر خطوه اللي هي الحجاج. هنا كنجيب واحد الحجج من الامثله او امثله من الواقع المعاش، او كنجيب استشهاد، او كنجيب مقارنه بالطريقه ديالي باش انني نوظفها بالطريقه المناسبه. بحال مثلا شي مثال في الواقع المعاش يوضح بان الحاكم هو الحاكم انه كيحكم، او الطبيعه طبيعه السلطه اللي كيمارسها الافراد قائمه على الرفق والاعتدال. نجيب مثال ولا جوج ثم نجيب استشهاد. مثلا انا جبت لكم واحد الاستشهاد ديال مونتيسكيو في الكتاب ديال روح القوانين، كيقول بانه السلطه ينبغي ان تقوم على الاعتدال وماشي تحول واحد الاداه ديال القمع باش ما تبقاش المشروعيه ديالها في نهايه المطاف. مزيان. اذا جوج ديال الامثله، واحد استشهاد ثم مقارنه بطريقه اللي هي بسيطه وسهله جدا. من بعد ندير واحد الاستنتاج جزئي، يعني داك الشيء اللي كتبت في الاطروحه كنعاود ندير ليه واحد الاستنتاج جزئي، واحد الخلاصه بسيطه وسهله جدا. ومن بعد نرافق داك الاستنتاج بواحد الاشكالات. هاد الاشكالات هما اللي غادي نجاوب عليهم في مطلب ديال المناقشه. دونك فما قيمه وحدود هذه الاطروحه؟ ثم الى اي حد يمكن اعتبار هذا الموقف الفلسفي كاف كجواب على الاشكال المطروح، ام اننا بحاجه ماسه الى مواقف اخرى لاغناء واثراء نقاشنا الفلسفي؟ مزيان. هادو بلون مغير طبعا. فاش كنجي كنخلي واحد الاسباس عاوتاني، هو هذا. عاد كنبدا ندير القيمه ثم الحدود. القيمه بمعنى ان الاطروحه اللي كاينه في التحليل، شنو هي القيمه المعرفيه اللي زادتها لنا، او شنو هي القيمه المضافه ديالها، او شنو هي القيمه الاساسيه اللي كتمتاز بها. كنبين الجوانب ديال القوه ديالها فين كيبانوا، وفي نفس الوقت غادي نجيو نبين النقاط ديال الضعف، يعني الجوانب اللي ربما انها كتبان لك بانها تحتاج للنقد، وهذا هو المقصود. فاش كندير يعني غتلاحظوا معايا بانه هذه كامله قيمه وحدود كامله، لانه القيمه والحدود كما كتلاحظوا كتاخذ في السلم ديال التنقيط ثلاثه ديال النقاط. عاد كنمشيو للمواقف. غتلاحظوا بانني هنا يعني ما فاش كملت، وهو ميسر النقد والتفكير العميق، ومن خلال ذلك يمكن انفتاح التصورات الفلسفيه. وفي هذا السياق نستحضر تصور فيلسوف المفكر السياسي نيكولا ماكيافيلي اللي كيشير طبعا ان الحاكم خاصو يكون يتميز بالدهاء والمكر والخداع والقوه. وكما كتلاحظوا في ذاك الكتاب ديالو اللي هو الامير لو برانس، كيشير لهذه القضيه هذه بشكل اساسي. دونك نيكولا ماكيافيلي، ثم غنجيب الان تورين، ثم عبد الرحمن بن خلدون. نحاول نربط بين هذه المواقف بطريقه اللي هي طريقه منسجمه ومتناغمه. وفي الاخير يعني هذه المواقف كتكتبوا بواحد اللون مغاير باش تبان. ثم في الاخير واحد التركيب. فاش كنكمل مطلب مناقشه نقطه تركيب هذا سباس، ثم نكتب عاوتاني مطلب ديال التركيب ديالي. داكشي اللي تم التوصل اليه انطلاقا من تحل المناقشه. وفي الاخر نقدم واحد الراي شخصي بطريقه اللي هي بسيطه وسهله جدا. وعاد كيبقى واحد النقط ديال الجوانب الشكليه اللي كتاخذ بعين الاعتبار. فاش كنقول الجوانب الشكليه، اول خطوه اللي هي سلامه اللغه، بمعنى ان الخط ديالك ما خاصكش تكتب، ما خاصش يكون فيه اخطاء املائيه كثيره. وضوح الخط، خاص يكون الخط ديالك واضح بحال هكا، يعني المصحف فاش تقراه سهل جدا انه تقرا. يعني وضوح الخط. وكاين التماسك ديال العرض. التماسك ديال العرض بمعنى الانتقال من مطلب لمطلب، او الانتقال بين الافكار. كيكون واحد الانتقال اللي هو سلس، حتى القارئ ما كيحسش بانه كاين واحد الركاكه في الطريقه ديال الكتابه ديالك. وهذا الشيء خاص يتخذ بعين الاعتبار. ماشي غير كنكتبوا صافي باش نعمروا ورقه، لا. الكتابه كتابه منظمه، كتابه كتخضع شروط وضوابط محددين. راه الا بقينا غير كنكتبوا هكاك وصافي، راه ما غاديش يكون هذا المقال عنده واحد الطعم في نهايه المطاف. وكنتمنى نكون قدمت لكم واحد نصائح وطريقه باش انكم تاخذوا بعين الاعتبار الطريقه ديال الكتابه. هذا السباس هذا ما يتقاش، الوسط خاص بكم طبعا كامل. هذا الوسط هذا نخلي واحد السباس في بدايه كل ديال المطلب، نكتب من الطرف حتى للطرف بطريقه اللي هي كتكون يعني متناسقه بحال الشكل.
ماشي غير كنكتب وصافي.